السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعضينا ايس كريم المانجا، حاجه كده جميله ترطب على القلب. مكوناته بسيطه وسهل التحضير وكمان بدون الوان صناعيه. وكنا قبل كده عاملين مع بعضينا طريقه تحضير ايس كريم الفراوله، برضو كان حلو جدا وكان سهل التحضير. طبعا احنا ممكن نعمل اي نوع من انواع الايس كريم باي طعم احنا نحبه بنفس المكونات، وان شاء الله بنكمل مع بعضينا وهنعمل مع بعضينا أطعمة مختلفة من الآيس كريم. يا رب تنول إعجابكم. وقبل ما نبدأ، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير عشان غيركم يستفاد، وكمان تشتركي في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. وتعالوا نبدأ وصفتنا النهاردة. وقبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمل ايه. واول حاجة معانا بنكون مجهزين حبتين من المانجا، قطعناهم وحطيناهم في الفريزر يتفرزوا كويس ويجمدوا، وبعدين طلعناهم حطيناهم في الطبق زي ما انتوا شايفين. تاني حاجة معانا بيكون نص كوب من اللبن، ونص كوب من الكريم شانتيه، ونص كوب من السكر البودر. وبنجهز معانا الكبة او الخلاط عادي لو مش متوفر معاكي الكبة، وبنضيف كل المكونات اللي معانا. بس انا عايزه اقول لكم الدنيا حر خالص، يعني عقبال ما سجلت بس اول مقطع كانت المانجا معانا خلاص فك التفريز بتاعها. بعد كده بنضيف معانا نص كوبايه من السكر البودر، ونص كوبايه من الكريم شانتيه، واخر حاجه معانا بنضيفها هي نص كوبايه من اللبن. طبعا بنضيف كل المكونات دي مع بعضيها ونبتدي نضربهم مع بعضيهم. طبعا اذا كان في الكبه او في الخلاط عادي هيمشي الحال. تمام كده. ونبتدي نضرب المانجا والمكونات اللي معانا كويس جدا لحد ما تنعم وما يكونش فيها اي تكتلات، وده بيكون القوام بتاعها. لكن المانجا لو فضلت زي ما هي متلجة طبعا كان هيكون قوامها اتقل من كده. هو يفضل انها تكون يعني متلجة اكتر من كده، بس انا غصب عني الدنيا حر جدا عندي في المطبخ، وكمان عندنا هنا في بلاد الخليج بيكون درجة الحرارة عالية جدا، فبيكون الوضع صعب. انا هنا بوريكم ان اللون بتاعها فتح طبعا، وانا مش عايزه اضيف اي الوان صناعيه في الايس كريم لاولادي. فطبعا جبت حبايه من المانجا، قسمتها نصين، اخدت النص بتاعها عملتها عصير وضفتها على الايس كريم، وفضلت اقلب فيهم كده شويه، يعني تتقلب كويس جدا، يا اما تديها ضربه على طول بالكبه افضل يعني. طبعا انا جبت العلبه بلاستيك بتاعتي وضفت فيها الايس كريم زي ما انتم شايفين. انت عادي ممكن تستخدمي لو عندك مثلا حاجه ازاز ممكن تحط فيها الايس كريم، او بلاستيك عادي برضو هتنفع. هنا جبت نص المانجايه اللي انا ضربت نصها وحطيته على الايس كريم، كنت مقطعاه مكعبات وضفته من فوق الايس كريم، بيدي شكل حلو وجميل، وبرضو بيضيف لون للايس كريم، بيكون اللون بتاعها طبيعي زي ما انتم شايفين كده، وما ضفناش اي الوان صناعيه في الايس كريم. وحاجه جميله وسهله لاولادك، والايس كريم من اسهل ما يكون عميله، حاجه سهله ما ياخدش منك اي وقت. شايفين شكله جميل ازاي ويفتح النفس؟ يلا اعملي لايك ما تنسيش. كده انا خلاص هغطي الايس كريم بتاعنا وهشيله في الفريزر، يعني ما يقلش عن 5 ساعات. انا بالنسبه ليا كنت عاملاه بالليل الايس كريم، وطبعا طلعته من الفريزر تاني يوم الصبح، وابتديت ان انا اجهز طبعا الكوبايات اللي انا هحط فيها الايس كريم او هعبي فيها الايس كريم. زي ما انتوا شايفين شكله جميل ازاي، وريحه المانجا جميله جدا، حاجه كده تفتح النفس. كفايه ان انت عاملاها ببيتك بنظافه وبحب لاولادك. وطبعا في الحر اللي احنا فيه ده يعني لازم الواحد يفكر ويعمل اي حاجه كده ساقعه كده يخليها في البيت للاولاد، ترطب علينا شويه وعلى الاولاد. وخلاص كده انا ابتديت اعبي للاولاد الايس كريم في الكوبايات. شايفين شكله؟ جميل جدا والله، ويفتح النفس وريحته حلوة جدا. يعني كل الجمال اللي احنا شايفينه ده واللي احنا عاملينه ب3 حبات مانجا بس، مش اكتر من كده. مانجتين اللي كنا حاطينهم في الفريزر وفرزناهم ومقطعينهم، والمانجايه التالتة اللي احنا ضربنا نصها عشان نعزز بها اللون وما نخليش الايس كريم لونه بهتان، وطبعا نزهي لونه وما نضيفلوش اي الوان صناعيه. والنص الحبه طبعا اللي كانت باقيه حطيناها مكعبات على الايس كريم. حاجه كده جميله جدا. هو الموضوع مش مكلف خالص، حاجه جميله وسهله. قومي كده جربيه واعمليه لاولادك وهيشكروك عليه. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو ان شاء الله بنكمل سلسله الايس كريم،
ونعمله ان شاء الله بأطعمة مختلفة تنول رضاكم وتعجبكم ان شاء الله. على فكرة بالنسبة للسكر اللي احنا ضفناه، السكر ده بيكون على حسب الرغبة، يعني ما تتقيديش بالكمية اللي انا حطيتها. تمام كده. في ناس بتحب السكر ما يكونش يعني كميته كبيرة، يا دوبك حبة قليلة، يعني على راحتك انتي ممكن تحطي الكمية اللي تناسبك انت في الطعم. يعني السكر ده بيكون على حسب الرغبة، على راحتك انتي. وهنا خلاص انا عبيت الكوبايات الايس كريم زي ما انتوا شايفين شكلها ممتع، يعني بصراحة جميل جدا. يا ريت تجربوا الطريقة دي وتقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات، لان فعلا بيهمني رأيكم. وكان عندي شوية من المكسرات موجودين في البيت، فقلت ليه ما نستغلش الموضوع ونحطه على الايس كريم. طبعا بيضيف طعم حلو جدا للايس كريم، غير ان هو بيضيف قيمة غذائية كويس. طبعا لو متوفر عندك ضيفيه بيبقى حلو جدا، لو مش متوفر برضو طعم الايس كريم حلو جدا. وهنا جت اللحظة الحاسمة، ولازم ادوق الايس كريم واقول لكم رأيي ايه فيه. وطبعا الموضوع حلو جدا، الدنيا حر ومصدقت جت اللحظة دي. طعم الايس كريم وريحته حاجة كده جميلة جدا ما شاء الله. انصحكم تجربوه، وبألف هنا للي هيعملوا يجربوا، وما تنسوش تقولولي رأيكم ايه. وخلاص الفيديو خلص ووصفتنا خلصت، وياريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، واشوفكم على خير.